عايز تطليها اصفر، عايز تطليها فضي، على حسب ما حضرتك عايز، اوكسيدي، على اللون اللي حضرتك بتطلبه. تمام. ده لو هتطلي، انما لو هتتلمع هتخلص من عندنا تروح لمرحله التلميع. طبعا كده احنا دخلنا في المرحله الثانيه بعد ما خلصناها نقش اللي احنا كنا شغالين بيه على الترابيزه. دلوقتي هنخش في المرحله الثانيه، مرحله التسييح، تسييح الشمع اللي جواه ماشي. او الالفونيه. انت كده هتسيح الشمع بتاعت كده احنا البيضه اللي احنا اشتغلنا فيها. تمام كده اهو. تمام. هنفضل معلقين عليها النار كده اهوت لحد ما تسيح. يعني النار بتفضل شغاله عليها كده؟ ايوه، النار بتفضل. بص حضرتك لو هتاخد بالك هتلاقي الشمع دلوقتي بيسيح ونازل على الطبق اللي جوه اللي ينزل تحت هنا ده. ايوه، انت الشمع بتستخدمه تاني؟ بنستخدمه تاني، ونضطر ان احنا نفضيه في مثلا حاجه زي كده اهوت زيها. يعني ادي الشمع كده. بص حضرتك لو هتاخد بالك هتلاقي الشمع سايح وهينزل. بينزل تحت. تمام. العمليه دي بقى بتاخد قد ايه يا عم ياسين؟ لا دي ممكن تاخد لها حوالي ربع ساعه ولا حاجه. ربع ساعه عقبال الشمع ما يسيح. لازم يسيح كده. هل الشمع بعد كده صالح للاستخدام مره تاني؟ طبعا. ازاي طبعًا. بقى؟ بس يعني هو كده بيجي له فتره بيتحرق، ما ينفعش انت تشتغل فيه تاني. يعني بيجي له فتره من كتر ضرب النار فيه بيتحرق، ما ينفعش انت تستخدمه تاني. ده كده في الاول، ممكن تستخدمه مره واثنين وثلاثه لحد ما يتحرق. لحد ما يتحرق خالص؟ لحد ما يتحرق خالص، ما ينفعش ان انت اصلا تشتغل فيه تاني. بيبقى عباره عن رمل. بيدوب بقى خالص. ايوه، بيبقى بيدوب بيفرول. لو انت مثلا خارج الزبون اللي بيشتري الحاجه ازاي يعرف ان الحاجه في ايده كويسه يعني؟ دي بتبان لو الحاجه مثلا، لو الحته انت ملمعه عاملها تلميع ولا حاجه. اولا الصاج ما بيقبلش تلميع، ما ينفعش يتلمع. الصاج ما بيتلمعش. مش هيديك نفس اللمعه طبعا بتاعت النحاس، هو معروف. تمام. يا اما بقى انت بيكون معاك مغناطيس ولا حاجه تكتشف بيها، انما انا كصنايعي هكتشفه غير المغناطيس. بتعرف بالشكل اكيد مليون من التعامل ومن الخبره ومن الشغل بعد ما خلصناها وسيحناها طلعت دي كده اهو بالنظام بتاع ده. ايوه طبعا سبتها لما بردت. ايوه لحد ما تبرد عشان نعرف ننظف منها الشمع دوت. حلو. ده الشمع اللي عليها ده الشمع اللي عليها بس بعد ما اتحرق لونه اتغير بقى. ما بعد ما اتحرق ان هو اتضرب فيه النار. تمام. دلوقتي هنبدا ان احنا نحطها في الميه علشان تنضف من الشمع اللي جواها ده. واحده واحده كده وبتنضفها. بص حضرتك اهو نغسلها. دي اسمها بنغسلها بالميه. ميه بس ولا الميه عليها اي مواد ولا لا حاجه؟ بالنسبه لي عندنا ميه، انما هي بتروح مرحله اسمها مرحله بتخش بقى في ميه فيها متريون وكده هو. تمام. ميه فيها ايه؟ فيها متريون. متريون وكده هو عشان خاطر تنضف خالص بقى من اللي فيها ده كله. تمام. بص احنا كده بالنسبه لنا احنا نضفناه على قد ما قدرنا. على قد ما قدرنا. المراحل اللي جايه بقى التلميع، يا اما الطلا. يا تلميع يا طلا على حسب. على حسب حضرتك. ده عامه عايز تطليها اصفر، عايز تطليها فضي، على حسب ما حضرتك عايز، اوكسيدي، على اللون اللي حضرتك بتطلبه. تمام. ده لو هتطلي، انما لو هتتلمع هتخلص من عندنا تروح لمرحله التلميع. بس كده وتكون خلصت بقى على طول. بس ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للنحاس. بالنسبه للاضاءه لو هتدخل فيها اضاءه بتبقى عامله ازاي؟ بص حضرتك دي بتخرم لها من هو من فوق. من فوق ان هو بتخرم لها فرم 10 ايا كان المقاس، بس هو فرم 10. تمام. يخش فيها النبل. تمام. ومن جوه من هو بيبقى فيه الدوايه. الدوايه باللمبه بتاعتها. تمام. ويطلع طبعا بينها السلك وانت بتعلقها براحتك. لو انت حضرتك عايز تستخدمها سنة طبعا هي الشائع ليها جنب الكومودينو. الافضل. الافضل ليك جنب الكومودينو، او في الصالون او في اي حته زي كده، صح كده؟ طبعا طالما مش هتتعلق بيركب لها الرجول اللي قلت لحضرتك عليها، وبتقعد اما على الترابيزه بقى كومودينو على اي حاجه حضرتك ما